انت مش خايف؟ كلمة اتقالت لي من عم شعبان التربي لما لقاني بتردد كتير على المقابر وازور والدتي. رديت وانا مستغرب ومش فاهم في ايه ولا ايه لازمة السؤال ده. ما انا طول عمري باجي ايه الجديد يعني؟ واشمعنى المرة دي قال لي كده؟ قلت له بثقة: انا هخاف ليه يا عم شعبان؟ هخاف من الناس الطيبين دول؟ رد وقال لي: خلي بالك، ما مش بيحبوا اللي بيتردد عليهم كتير. احسن لك خف نفسك كده وتعالى كل خميس مع الناس اللي بتيجي وامشي بدل ما يحصل لك اللي حصل لي. وانت حصل لك ايه يا عم شعبان؟ ما نطقش بولا كلمة، سابني ومشي. بس هو ماشي وقف فجأة وقال لي: انا حذرتك وعملت اللي عليا، امشي يا محمد من هنا. طنشت كلامه وقلت ده شكله راجل كبر بقى وخرف باين، وخدت قرار اني اكمل وما سمعتش ليه. وده كان اسوأ قرار خدته في حياتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. انا محمد حسام ودي قناتي، قناة ما وراء الرعب. النهاردة معانا قصة جديدة بعنوان قبيلة بني هاشم، كنز ملوك الجن. قصة النهاردة من كتابة الكاتب المبدع حمدي حاتم. يلا بينا نبدأ. بس قبل ما نبدأ متنساش تدعي لإخواتنا في غزة وتصلي على النبي في الكومنتات. يلا بينا نبدأ. بعد ما خلصت قراءة القرآن لأمي قلت بالمرة وأنا هنا هروح أزور قبر جدتي، الله يرحمها، الله يرحمها هي وجدي، وأقرأ لهم الفاتحة. بس وأنا ماشي حسيت إن في حد ماشي ورايا بخطوات هادية. وقفت في مكاني وبصيت ورايا بس ما لقيتش حد، وصوت الخطوات اختفى فجأة واحدة. فرجعت كملت مشي تاني، بس كنت حاسس بحرارة غريبة، في حاجة مش طبيعية. تجاهلت كل ده وكملت مشي، ورحت عند القبر وقرأت الفاتحة ومشيت. رحت على البيت وغسلت وشي وغيرت هدومي ودخلت على السرير. كان يوم متعب قوي، كان جسمي كله متكسر. فجأة سمعت صوت خبط بره، طلعت جري لقيت باب الحمام بيتفتح ويتقفل لوحده. اتجمدت في مكاني، بس ما اتجمدتش بسبب ان باب الحمام كان بيتقفل ويتفتح لوحده، لكن اتجمدت لما شفت كيان طالع من الحمام. كان جاي عليا، وشه مشوه، عيني كانت بيضة تماما وجحظة لبره. كان بيتحرك ببطء، وقف قدامي وقال لي: إياك تروح هناك تاني. وعاد الكلمة. إياك تروح هناك تاني. ومسك ايدي، كنت حاسس ان عظم ايدي بيتكسر، ما كنتش قادر اقاوم من شدة قوته. وبعدها سابني واختفى. صحيت من النوم مفزوع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الكابوس ده بس انا ناقص قرف. وايدي وجعني اوي كده ليه؟ الغريبة اني لقيت اثار كدمات زرقاء وتورم، زي ما يكون كل اللي حصل ده حقيقة مش حلم. طلعت ورايح ادخل الحمام، لقيت ورقة على الباب مكتوب عليها: اياك وازعاج سكان المكان، فهو الان له ما لك وعليه ما عليك. مسكت الورقة بايدي وانا مش مصدق اللي بيحصل. كده في حاجة مش طبيعية. غيرت هدومي ونزلت جري على خيري ابن عمي. حكيت له كل اللي حصل. بصلي كده من تحت لفوق وقال لي وهو بيضحك ضحكة سامجة: ايه يا عم التخريف ده؟ عمك شعبان ده راجل خرفان وعجوز والحلم عادي يا سيدي، ما احنا كلنا بيجيلنا كوابيس. قطعته: طب والورقة اللي لقيتها دي؟ سكت شوية وقال لي: ممكن حد بيعمل فيك مقلب او حاجة وعايز يطفشك من البيت. انت عارف ان البيت تحته مقبرة، ولولا بس تنشيف دماغك ده كان زماننا دلوقتي بنلعب بالفلوس لعب. بس يلا، كل حاجة لها وقتها ومصيرك هتوافق. اصل مش هتعيش حياتك كلها فقير، مش هتتحمل الفقر والاسعار اللي ولعت. ده الدولار دلوقتي بقى 30 جنيه يا راجل، ولسه هيزيد. هتصرف منين يعني؟ ما علينا، انا هقوم دلوقتي عشان عندي شغل ولازم اخلصه. سابني ومشي، وانا بدأت افكر في كل كلمة قالها. كلامه خلاني اشك فيه ان هو ورا كل ده. قمت ومشيت وقلت هروح ازور والدتي. كنت متردد الصراحة، بس رحت وقفت قدام القبر ولسه رايح ادعي لامي لقيت عم شعبان بيقول لي: انا مش قلتلك ما كنتش تيجي هنا تاني؟ انت ما بتحرمش. انا عملت اللي عليا
انت حر يا ابني. سابني ومشي. لقيت خيري ابن عمي جاي عليا جري وبيقول لي برن يا محمد، برن عليك تليفونك مقفول ليه؟ كنت عارف اني هلاقيك هنا في البيت. ولع يا محمد. ملحقناش اي حاجه فيه. قمت وطلعت اجري. رحت لقيت البيت كله متفحم بمعنى الكلمه. قلت لخيري خليك انت هنا، انا هطلع لوحدي. اول لما طلعت لقيت ورقه تانية على باب الحمام، اللي اقسم بالله انها حرقت البيت كله الا هو. مسكت الورقه بايدي مكتوب فيها كلام بالدم: العهد قريب. ما فهمتش ايه معنى الكلمه دي ولا مين اللي كاتبها. لتاني مره يحصل حاجه غريبه، انا مش فاهم حاجه. لقيت خيري طلع لي وقال لي محمد اسمع كلامي وتعالى نحفر ونطلع المقبره، يا اما تبيع لي البيت ده ويعني انا هتصرف ومش هنختلف في المبلغ. انت شايف البيت بقى خراب اهو. قلت له مش هبيع، بس مستعد نتشارك، هاخد نص تمن البيت. يا عم وانا موافق. وفعلا بدأنا نحفر لحد ما الليل اتمسى علينا. وقلت له كفايه كده يا خيري، انا ما كنتش قادر نبقى نكمل وقت تاني. وفعلا خرجنا من الحفرة. خيري روح بعد ما اتحايل عليا ابات معاه، وانا مرضتش. فرشت فرش على الارض وجبت اللي باقي من السراير، ولسه غمض عيني سمعت صوت همس في وداني: عهد قريب. جسمي كله اتنفض، واللي زاد وغطى بقى لما لقيت ظل اسود طويل طالع من الحفرة. كان بيتكون ده مسخ شيطاني. وشه كان محروق وجلده متسلخ وعينين برقة وحمرة زي الدم. وقف قدامي وانا متخشب، مش قادر اتحرك، زي ما يكون متحكم في جسمي. عاوز ازعق، عاوز اطلب مساعدة، مش قادر اتكلم. قرب مني اكتر وقال لي بصوت اجش: هتملك القوة والمال والكل هيعمل لك حساب، بشرط تقبل بالعهد وتبقى من خدامي من الإنس، وإن كل اللي حصل ده ما يتحكاش لحد وإلا هتموت. بدأت إن أتحرك وجسمي حركته رجعت تاني. وقلت له أنا موافق بكل اللي هتقولي عليه. قرب مني بخطوات هادية وقال لي: شاطر، أنا عايزك تقتل ابن عمك وترميه في الحفرة اللي حفرتوها سوا. رديت عليه وأنا جسمي كله بيترعش من غير أي تفكير: موافق بكل كلمة أنت قلتها. وفجأة المكان هدي ورجع تاني للحفرة اللي خرج منها. قعدت افكر انا هعمل ايه ولا هتصرف ازاي، انا في مصيبة. لحد ما جات لي فكرة: انا هرن على ابن عمي يجيلي دلوقتي الساعة 2، وهي لسه الفجر ولسه على الفجر اكتر من ساعة، يعني الناس كلها نايمة وهو كده كده عايش لوحده، يعني محدش هيحس بحاجة. وفعلا رنيت عليه: الو خيري. رد عليا وهو بيتوب: يا محمد بترن عليا دلوقتي ليه؟ انت مش عارف الساعة كام ولا ايه؟ تعالى بس عاوزك ضروري. لقيت الحفرة طلع منها نور وفي حاجة غريبة بتحصل. تعالى على طول ما تتأخرش. صوته عالي مرة واحدة وقال: يا فرج الله، انا جايلك في السكة، اوعى تعمل اي حاجة غير لما اجيلك. وقفل السكة. فضلت قاعد مستنيه لحد ما وصل. كنت مخبي السكينة في جيبي. بصلي وقال لي: فين النور اللي خارج من الحفرة ده يا محمد؟ قلت له: قرب وبص وهتشوف بنفسك. قرب لحد ما بقى على بعد خطوة واحدة ويقع في الحفرة. في اللحظة دي طلعت السكينة من جيبي ومسكت دماغه ودبحته بالدم. اتنطور في كل حتة ودبحته. الدم اتنطور في كل حتة. هدومي كلها اتغرقت ووشي اتغرق بالدم، والدم كان بيسيل منه كأنه نهر دماء. مسكت جثته ورميتها في الحفرة، وبعدها البيت كله اترج زي ما يكون في زلزال. ولقيت حاجة خارجة من الحفرة. ده هو نفس الشيء اللي خرج لي قبل كده، بس المرة دي شكله أفظع وأبشع بكتير. الدود كان مالي جسمه كله، شعره كان محروق وطلع له قرنين، ورجله أشبه برجل المعيز بالظبط. قرب مني بخطوات هادية وقال لي بصوته الأجش: أتممت العهد وكنز ملك البحار السبع ملكا لك، لكن احذر أن تفشي السر
كل ما حدث لا تبح به لأحد كي لا تصيبك اللعنة.